السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. اليوم غادي نقدم لكم مافن او كاب كيك. كنحتاجو فيه 3 ديال البيضات، وكذلك 90 غرام ديال سكر سمول او سكر الخشن او سنيده. احتاجيت هنايا الفاني بودر، درت نصف ملعقه صغيره، قبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق. ضروري توضعوا واحد شويه ديال الملحه في الحلويات ديالكم. كنطربوا مزيان هاد البيض مع سنيده حتى كتنسجم لنا العناصر. كتعتمدوا في هاد الوصفه فقط على الطراب اليدوي. وغادي نضيف الزيت، عندنا نفس الكميه ديال الزيت ديال سنيده، يعني 90 غرام. كنمشيو بهذا القياس هذا. بالنسبه للياغورت اللي استعملت هنا، استعملت دانيت شوكولا من وزن 80 غرام. وغادي نستعمل كذلك الفلون اللي كيجي على هذا الشكل هذا. الوزن ديالو هنا وريتكم الوزن ديالو 85 غرام. ملي راه كتكون فيه ديك لاصوص ديالو ديال الكراميل. هذا المزيج هذا كيجي غزال. بالنسبه لهاد المزيج ديال الشوكولا والكراميل، وغادي نضيف واحد النكهه اخرى اللي هي القهوه سريعه الذوبان نيسكافي، واحد المعلقه صغيره. هاد المزيج كيجي غزال في النكهه ديالو، كيتواتر مع بعضياته. صافي كنستمر هكا في التحريك حتى كيذوب معنا داك الياغورت اللي ضفنا بهذه الطريقه هذه، حتى كنتاكدوا بانه هذاك الياغورت داب وتمازج مع باقي العناصر. وغادي ندوز باش نوريكم شحال ديال الدقيق احتاجيت. هنايا خديت الكاس الاول وغادي نزيد الكاس الثاني، يعني فقط هذه الكميه هي اللي قداتني في هذا الخليط هذا. صافي غادي ندوز لي ساشي هادو من وزن 8 غرام، يعني احتاجيت 16 غرام ديال الكاكاو. هاد النوعيه جيده، هذه الماركه ديال ايديال، كنفضلها على الماركات الاخرين اللي كاينين في السوق. صافي ونستمر هكايا. غادي نغربل كلشي. هنايا بالنسبه لهاد لي ساشي راه كنحلهم بهذه الطريقه باش كينزل داك الكاكاو كامل بهذا الشكل هذا. وغنغربلهم لانه كيكون فيهم حبيبات هكايا، خصهم ضروري يتغربلوا. فبقاو معايا باش تشوفوا هاد المافن كيفاش جا. وغادي نفتحها معكم في الاخير باش تشوفوهم. جاو لذاذ مويل رطبين، داك الشوكولا داب وسط منهم، داك النسمه والقرمشه ديال النوازيت، يعني جا واحد المزيج اللي هائل. نتمنى تجربوه، ونتمنى كذلك تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتستمتعوا نتوما بهاد الوصفات وتجربوهم وينجحوا معكم ان شاء الله. تكون هاد الاستفاده عامه على الجميع. ما تنسوش كذلك البارطاج ان شاء الله باش هاد القناه هذه تكبر وتزيد تعرف. ونكمل معكم. دابا خلطت كل شيء من بعد ما ضفت الدقيق والكاكاو. وفي الاخير غادي نضيف 7 غرام من خميره الحلويات لا ليفور شيميك، هاد النوعيه ديال الزا اللي استعملت في الوصفه. صافي كيف ما كتشوفوا اللون ديال المافن او الكاب كيك كيجا غزال، حيت استعملت 2 ساشي. يعني الا استعملتو غير وحده ما كتعطيكمش هاد اللون هكا اللي كيكون شويه مغلوق، كيجي اللون شيئا ما بارد خفيف. انا كنفضلهم بهذا اللون هذا. نخلطوا هاد الخميره مع الباقي العجين بهذا الشكل هذا حتى كينسجموا. وغادي ندوز باش نوجد معكم المول اللي غادي نحط فيه الكبيرطات. بقاو معايا لاخر الفيديو باش نوريكم طريقه التزيين كذلك. بالنسبه لهذا المول هذا الاسم ديالو بايركس، خديته من مرجان. كنعرفوا بانه هاد النوعيه هذه او هاد الشركه كيكونوا الاثمنه شويه طالعين، ولكن الجوده كتكون ممتازه صراحه. عندي سنين هذه ما تصدى ما تقشر ما والو وما كيلصقش، يعني في واحد الطبقه اللي مضاده للالتصاق. وبالنسبه لهاد موزع العجائن هذا خديته من بيم، صراحه عملي سورتو في لي كاب كيك. كتوزعهم بواحد الطريقه نقيه هكايا، ما كيبقاش تدفق لكم في الجناب. يعني كتخدموا خدمه سريعه وسهله، وما كتحتاجوش انكم تبقاو تمسحوا، ماشي بحال هكا المعلقه ولا اي اداه اخرى. المهم انا كنفضلها هذه في العجائن. موزع خطير صراحه، فكره زوينه. كنتمنى بحال هاد الادوات هادو اللي كيكونوا عمليين في المطبخ تاخذوهم، لانهم كيسهلوا عليكم العمل.
بالنسبه للكب كيك غادي نزينهم بالشوكولا. انا استعملت ميلكا غادي نوريها لكم دابا واحد شويه. بالنسبه للشوكولا تقدروا ديروا اي نوعيه كتفضلوا نتوما. انا خديت هذه لانه فيها هاد لي مورسو هادو صغيورين، الحجم اللي غادي يناسبني. غنوضعو هكايا في الوسط ديال المافل، هما ديجا كيكونوا مطراسين كتقطعوا من بيديكم، ما تحتاجوش للسكين. وكل مربع كنوضعو وسط من الكب كيك. تبعوا معايا وغادي تشوفوا النتيجه في الاخير فاش غادي نفتح معكم واحد الوحيده، وغادي تشوفوا داك الشوكولا هكا دايب من الوسط، هذيك القرمشه ديال النوازات وسط منهم، واحد المذاق غزال صراحه. نتمنى يا ربي يعجبكم هذا الاقتراح وتجربوه حتى نتوما لوليداتكم وينال الاعجاب ديالكم. بيان سور حنايا في رمضان ما غاديش نعتمدوا غير على المملحات، ضروري مشويه ديال الحلاوه لانه الوليدات كيبغيو بحال هذا الشيء. ممكن انهم يديوهم كذلك حتى المدارس ديالهم، لانه في هذه الفتره هذه راه كنبغيو نعطيوهم هكايا وجبات للاكل لانه كيكون التوقيت مستمر. وبهذا الشكل هذا كملتهم كاملين. ودابا غادي ندوز باش غادي نوريكم شنو وضعت هكا من الفوق كتزين فقط. بالنسبه لكم تقدروا توضعوا اي حاجه او يكفي هاد الشوكولا اللي وضعناه لانه فيه حبات النوازيت اللي كيبغي القرمشه المكسرات في هاد المافل. هنا كان عندي الجوز غادي نزيدو حتى هو من الفوق. نقطع كل نصف جوزه على 4 وكل مافل غندير فيها 2 قطع. والتزيين كيبقى لكم على حسب نتوما والرغبه ديالكم بالطبع. وغادي ندخلهم للفرن اللي مسخناه قبل من الاسفل والاعلى على درجه 200. وبالنسبه لهاد لي مافل ما كياخذوش وقت طويل في الطياب، يعني 15 حتى 20 دقيقه فقط. وغادي نوضعهم في هاد الطبيسيل هذا وغادي نفتح معكم شي وحده باش تشوفوا كيفاش جاو من الداخل. صراحه جاو كيحمقوا ونتمنى تجربوهم حتى نتوما.